مساء الفل على كل حبايبنا. احنا وعدناكم امبارح ان احنا هنعمل المكرونه اللي بالبشاميل للكل اللي طلبوها. هي ما فيهاش اسرار ولا حاجه، ولا هي صنعه، بس فيها حاجات كده ناخد بالنا منها عشان تطلع معاكي مكرونه متظبطه ومية مية. هنعمل النهارده مكرونه بالبشاميل، هي سهله وبسيطه. نص كيلو مكرونه اقلام او حط اي نوع مكرونه تحبيه، نص كيلو لحمه مفرومه، معاكي بصلتين حلوين كده يكونوا مش مبشورين متخرطين رفيع، ومعاكي 3 معالق دقيق، بهارات، ملح، فلفل، معلقتين صلصه بس، واللبن. هنحط كيلو لبن اهو عشان نعمل البشاميل. الموضوع سهل وبسيط. هنحط دلوقتي هنعصج اللحمه عشان نعصجها سهله وزي الفل. هنحط البصل والزبده على النار يدبلوا بس، البصله تدبل بس. لما تيجي تعصجي اللحمه، لو اللحمه ضاني او اللحمه تكون مفرومه بس فيها دهون كتير، ما تحطيش سمنه ولا زيت ولا حاجه وانت بتعصجيها. خلي البصل على الناشف كده يدبل شويه، ينزل ميته، وحطي اللحمه هي هتبك وتنزل كل الدهون بتاعتها. فما تحطيش لا ده ولا ده لو انت عاوزاها خفيفه يعني. نعلي بس شويه كده. طبعا تعصيج اللحمه سهل وبسيط، بتخلي البصل يدبل. هنحط اللحمه معاه البهارات والملح والفلفل. اول لما تشرب ميتها وتفلفل كده وتبقى حلوه هنطفي عليها وخلاص، ولا تحط لها ميه ولا تنزليها من على النار من غير ما تكون شاربه ميتها، عشان خاطر ما يبقاش ليها زفاره او اي حاجه. ما تخليش البصل بتاعها يغمق، لازم يبقى يا دوبك دبلان بس، ولا هو كمان اصفر ولا حاجه، دبلان. لان هو عبال ما اللحمه تكمل سواها هيكون البصل يا دوبك خد اللون اللي انت عاوزاه. لو حطيتي عليه اللحمه وهي البصله صفرة او تكون محمره قوي، عبال ما اللحمه تخلص وتستوي هتبقى غامقه. فلما تسخسخ كده بس نحط اللحمه. ادي الملح والفلفل والبهارات. حيقي بقى الحياء اللي انت تحبيه اللي يجي على مزاجك. دايما لما تحطي البهارات مع السمنه والبصل وهم بيتشوحوا يدوا ريحه حلوه قوي دايما، لان كل الحاجات دي فيها زيوت عطريه كده ريحتها حلوه. فكل التوابل دي بتبقى عباره عن زيوت. اول لما تتحط في قلب الزبده على النار مع بصل مع طواجن مع اي حاجه، ريحتها بقى تهفهف كده وتبقى حلوه. بس برضو ما تطوليش عليها في قلب الزبده وفي قلب البصل عشان خاطر ما تتحرقش وتمرر. يعني انت بقى لو هتحطي يا دوبك تشويحه. اللحمه بقى ايدك فيها علشان ما تبقاش طالعه مكلكعه، تبقى طالعه كده مفرفطه وحلوه، وما تبقاش مكلكعه حته فيها لحمه وحته لا. اهو البصل هياخد لون عبال اللحمه ما تستوي، يكون البصل خد لونه وبقى مية مية. لو عندك كمان لو اللحمه كلكعت منك، في ستات تقول لك اللحمه المفرومه لما بحطها على النار وهي بتستوي بتكلكع شويه، بتبقى فيها حتت مكعوره. عندك الهراسه بتاعت البطاطس اللي انا هرستي بيها امبارح البطاطس، انزلي بيها عليها هتفك بشوكه هتفك، لكن ما تسيبيهاش مكلكعه وتقولي ده انا ما عرفتش. يا اما بالهراسه بتاع البطاطس يا بالشوكه، هتفك معاكي على طول وتبقى زي الفل. يا ساره. ايوه اهلا وسهلا يا ست ساره. ازيك؟ اهلا بيكي. عامله ايه؟ انا الحمد لله بخير، تسلمي. هنا في البيت بنحبك قوي. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا ست الحبايب. وتيتا متابعاكي كل يوم، لازم تقعد على الكنبه وتقعد تتفرج عليكي. انت تعرفي ان ناس كتير قوي بيفضلوا يقولوا لي يا غاليه ده في سر صنعه، والطبخ ده ليه اسرار، ويطلع واحد يقول لك ايه اصل سر الصنعه. مفيش حاجه اسمها سر الصنعه.
كل واحد صنايعي في المجال بتاعه، ولا انت رايك أيوة. ايه؟ ايوه طبعا. بصي اقول لك على حاجه، انت بصراحه اكلك بتعمليه احنا بنعمل زيه بالظبط. يا اختي يعني مش عارفه اقول لك ايه، بالف هنا وشفا. والله بجد احنا بنحبك جدا جدا ومتابعينك من زمان جدا. ربنا يخليكي وتيتا وتسلمي. بعتلك السلام جدا عشان ما. طب بقول لك ايه يا ساره، نعم. ادام بتحبيني قوي كده، ما تيجي يا اختي معايا في حلقه تسنديني شويه، تعملي لي طبخه حلوه كده، لحسن انا حاضر خلاص هجيلك. حطيت دول كده في الشقه من كتر ما عماله اطبخ ومش عارفه اعمل ايه. علميني الاكل بقى عشان ماما ايه عماله تقولي ما بتعرفيش تعملي حاجه، وانت لما تشوفي اكلي هتعرفي بعرف اعمل ولا لا. ده انت لسه عاوزه تتعلمي؟ لا بعرف، بس ماما بتقولي انت ما بتعرفيش. لا لا اكيد انت شاطره، بس هي كل ام كده بتحب تخلي عيالها احسن ناس في الدنيا، وتحب أكيد تخلي طبعاً. بنتها احسن واحده في الدنيا. عشان ما اطولش عليك، تيتا هتقول لك كلمه وهنقفل. ماشي. الو. الو. ست غاليه. اهلا وسهلا. اهلا بك. بحبك طبخك قوي عمايلك. تسلمي يا ست الحاجه، ده انت على راسي. تسلمي ومن كل راضي يا رب. ده انتوا البركه. ويديك الصحه ويفرحك بوك بياسين. ربنا يخليكي ويديك الصحه تسلمي والعافيه يا وطولة العمر. تسلمي يا اخي. يعني كلامك يا ده مرحب. عندي بالدنيا بحالها. تسلم منوره الشاشه. ربنا يخليكي ويديكي الصحه. تسلمي يا اخي. ربنا يخلي لك كل احفادك وساره وكل الناس اللي حواليك. يا رب يا رب يا اختي، يا رب يا رب. مع السلامه. الف سلام. اللحمه كده خلاص اتعصجت وطالعه مفرفطه اهي. لو كلكعت منك زي الستات ما بتقول، دي بتكلكع مني اللحمه المفرومه زي ما قلت بشوكه او بالهراسه بتاعه البطاطس، هتطلع مفرفطه وزي الفل. تعرف ان هي اتعصجت ازاي؟ لما يبقى ما فيهاش ميه كده، مش منزله ميه، يا دوبك اهي ممسوحه اهي، ما فيهاش ميه، تعرف ان هي اتعصجت وبقت تمام. معانا بقى اللبن. احنا هنعمل بشاميل على البارد، لان البشاميل اللي على البارد ده ما بيحكمكيش في البشاميل زي ما بنسمع عنه. يقول لك لو هتحط 5 معالق دقيق حط 5 معالق زبده، لو مش عارفه تعملي ايه هتلاقيها كلكعت منك فتروحي ضربه البشاميل في الخلاط. كل ده هنبعد عنه. انت اللي هتتحكمي في السمنه، لو حتى عاوزه تعمليها من غير سمنه. البشاميل اللي هنعمله النهارده لو حتى عاوزه تعمليه من غير سمنه هتعمليه. هو هتحطي اللبن، النص كيلو ده هياخد ليه كيلو لبن، هنحطه على النار. هنحط معاه بقى شويه ملح وفلفل، شويه ملح وفلفل، هنحيقه بالملح والفلفل. بس اول لما ينمل بقى، بعد ما تحطي الملح والفلفل وتحسي كده ان هو خلاص قرب يغلي، هنشوف هنعمل ايه. دول معلقتين صلصه، عاوزه تحطيهم في قلب اللحمه خير، مش عاوزه براحتك، بس انا بحب احطها وهي ايه بعد ما تنزل، عشان خاطر ما تبقاش حنطه. اقلبها كده بعد لما تنزل في قلبيها كده، عشان كده كده دي صلصه متسبكه مش محتاجه اهي. لو هتحطي طماطم حطي الطماطم على اللحمه وهي بتتعصج عشان هتنزل ميه. لو هتحطي طماطم بدال الصلصه وهي بتتعصج عشان هتنزل ميه، لكن الصلصه مش هتنزل ميه، فممكن تحطيها وهي كده بعد ما تطلع من على النار. يا منى. الو. اهلا يا ست منى. عامله ايه؟ الحمد لله يا منون، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه، انا بحبك قوي. ربنا يخليك. علوا لي بس صوت الناس يا جماعه عشان اسمعهم كويس، لحسن ده منى باين عليها هاديه خالص كده. صباحك فل يا منى. بس صباح النور، انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. عرفتي موضوع سر الصنعه ده؟ لا. كل حاجه يقولوا لك اصل ده سر الصنعه. ايه رايك في الموضوع ده يا منى؟ بنتعلم منك. انت تعرفي ان سر الصنعه ده من حضرتك. ربنا يخليكي. عارفه سر الصنعه ده هي الابتسامه الحلوه، هي الكلمه الطيبه، هي العمل الجميل. هو ده بقى طبعا. سر الصنعه. طبعا. ولا انت مش معايا في الموضوع ده؟ لا، مع حضرتك طبعا.
ربنا معاكي كده دايما يا رب. بصي بقى احنا حيقنا شويه اللبن اهو بالملح والفلفل، وعينك بقى ميزان. تمام. وهنسيبه اول لما يقرب يغلي هنروح مفكين الدقيق بشويه ميه او شويه لبن وننزل عليه. حطي بقى الزبده اللي تريحك، معلقه 2 3 اللي يريحك، مش عاوزاه بزبده خالص كده البشاميل ما يحكمكيش وما يطلعش منك مكلكع ولا يتعبك خالص. احنا هنحط معلقه زبده واحده كفايه قوي. في ناس تحب البشاميل تحط لها بيض، اللي عاوز يحط بيض براحته واللي مش عاوز برضو براحته، دي معاكي ودي معاكي. اللي ما يحطش بيض انا هعملها من غير بيض، اللي مش عاوز يحط بيض براحته. اللي عاوز يحط بيض تحطي البيض بعد ما تعملي البشاميل وتسيبيه يبرد خالص، تروحي كسره البيضه وتروحي رباها في قلب البشاميل، عشان والبشاميل سخن البيضه تنزل تستوي. لازم يبقى البشاميل بارد تماما، يعني بارد خالص. نفكك بقى شويه الدقيق دول، عاوزه تفككيهم بميه بشوربه زي ما تحبي. البشاميل كمان ممكن تعمليه نص شوربه ونص لبن زي ما تحبي، في ايديكي كل حاجه. تقدري تحطي نص شوربه ونص لبن، تقدري تعمليه بلبن خالص، اللي انت عاوزاه وحاسه ان هو هتحسي ان هو كويس اعمليه مفيهوش مشكله. يا بطه بطه يا ست فاطمه يا ست فاطمه. طب حاولي تتصلي بينا تاني يا فاطمه. هتحطي الدقيق، ما ينفعش تحطي الدقيق على اللبن والدقيق كده، لازم يتفك لان هينزل يكلكع. تفكيه يا بميه يا بلبن يا بشوربه اللي يريحك. ما تربطيش نفسك في المطبخ والطبخ بحاجه حد يقول لك دي الوصفه دي ما كنتش تعمليها بحذافيرها تطلع مش عارفه ايه. انت تقدري تشيلي وتحطي وتشوفي المناسب ليكي واللي على قد ايدك واللي في بيتك. هو ده بقى السر، ان انت تعملي الحاجه اللي على قد ايدك، ما تجبريش نفسك. وتبقي كده موائمه الحاجه اللي في ايديكي وعارفه هي هتطلع شكلها ايه كده، وان شاء الله كله هيطلع حلو. انا عاوزه اعمل المكرونه البشاميل، اللي عاوزه احط دي على البشاميل. لازم فاصل دلوقتي؟ حاضر اهو. لازم تبقى كده. وايد بقى ايه، ايدك ايه لهلوبه، ادي حط وايد تقلب عشان ما يكلكعش اهي. اول اللبن ما هيخطر كده ويبتدي يكون داخل على غليان، بصوا ايد تحط اهو وايد تقلب. عندك مضرب سلك ماشي، ما عندكيش خلاص بمعلقه اهو، شوكه هيلف بقى ويبقى ايه قشطه كريمه اهي. لا لو اتعمل في الخلاط ده يبقى كلكع كده فل اهو. اول بقى انت تتحكمي، لو تقل منك زودي لبن او شوربه، لو طلع خفيف زودي دقيق. ما تقوليش ان هو باظ. تقل ادي شوربه او لبن، خفيف ادي معلقه دقيق، هيبقى معاكي فل اهو. ادي البشاميل هيبقى زي الفل. هناخد بقى فاصل ونرجع بقى. انا كنت وعداكم ان احنا في المولد هجيب لكم بتاع تنوره، هنشوف بقى بتاع التنوره عيل زقرت كده بس ما شاء الله عليه. نطلع فاصل ونرجع.
رجعنا تاني وشفنا بقى التنورة والمولد. انا وعدته واحنا في المولد، قال لي يا ست غالية انا عاوز العب معاكي بالتنورة، قلت له ماشي، ووعدته ان انا هزع له ده، والحمد لله قدرت اوفي بالوعد. هنرجع تاني بقى للمكرونة. المكرونه الستات عشان بتشتكي منها وتقول لك بتطلع متفرفطه، هتجيب الصينيه دهنيها دهنه خفيفه بالسمنه كانك بتعملي كيكه بالظبط، وتحطي بقى في القعر الصينيه تبدريه بايه؟ يا اما بشويه رده، يا شويه دقيق، يا شويه بقسماط، يا شويه دقيق بسبوسه ناعم ما يكونش فيها طعم جوز الهند، يا دقيق يا بقسماط يا رده يا دقيق بسبوسه ما يكونش فيه طعم، بس كده عشان تعملي طبقه عازله، عشان لما تيجي تخرطيها تطلع معاكي متظبطه، تطلع الخرطه بخرطتها، يبقى في عازل ما بين الصينيه وما بين البشاميل اللي هتحطيه في القعر. بس هنحط بقى شويه بشاميل كده، حبه صغيرين كده. يا بطه ازيك يا ست غالية؟ السلام عليكم. صباحك فل. صباح النور. ازيك يا ست غالية؟ الحمد لله انا بخير، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبة يا حبيبتي، وكل الناس طيبين وبصحة وبخير. شفتي التنوره؟ شفتي الولد الحلو ده؟ كان هيجي معايا النهارده بس ما نفعش عشان مطبخي صغير شويه، فالموضوع ما نفعش معاه، بس ان شاء الله هجيب برضه حد يكون صغنون كده بتنوره على قد الصينيه دي. بإذن الله. انت عاملة ايه يا ست غالية؟ انا الحمد لله بخير وتمام وزي الفل. والله بحبك قوي، وكل الجماعة بيعشقوك. شفتي المكرونه دي بقى؟ شفتي المكرونه البشاميل سهله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. تسلم ايديك يا ست غالية. واما تعمليها اعمليها في حاجه تكون واسعه كده وبرحه، عشان تطلع الخرطه كده ما تكونش عاليه قوي ومكتومه. أيوة. تطلع الخرطه بتاعتها كده حلوه وما تكونش معجنه. ما شاء الله يا ست غالية، ربنا يخليك كده لينا وتعلمينا ونتعلم منك يا رب يا ست غالية. ان شاء الله. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. والله شرفتينا يا قمر. مجنناني تيتا غالية، عايز اتفرج على تيتا غالية كل إيه يوم ده؟ والله بقعد قدام التلفزيون عشان. ده ابنك ده ولا ايه؟ ده بنتي حبيبة. ربنا كلمتك قبل كده يا ست غالية. ربنا يخلي. الله يخليك يا ست غالية ويخلي لك عيالك يا رب. تسلمي لي يا قمر، شرفتينا. الله يخليك يا ست غالية. الف سلام. ننزل كده، شوفوا البشاميل يطلع عامل زي الكريمه. المكرونه البشاميل بصوا يطلع زي الكريمه وسهل وجميل، لا هو مكلكع ولا فيه اي حاجه خالص. واعمليها في صينيه برحه، النص كيلو ما تعملوش في حاجه تكون يعني ضيقه عشان ما تطلعش الخرطه بتاعته مش حلوه زي ما انتم شايفين كده. اللي عاوز يحط بيض استني لما البشاميل يبرد خالص واضربي فيه البيضه. عاوزه تعمليها من غير بيض زي كده خير وبركه وزي الفل. عاوزه تعمليها البشاميل النص لبن والنص شوربه، لو عندك شوربه برضو براحتك، في حاجات كتير وطرق كتير. لو عاوزه تعمليها من غير لحمه ممكن تعمليها بالخضار، تحشي خضار مشكل يكون متقطع ومسلوق. هندخلها بقى الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. لو فرنك زي ده وطيه عشان ما تتشعفش. هو صحيح كل حاجة فيها مستوية، بس لو وشها اتشعف هي حلاوتها ان هي تخرط على بعضها في الطعم، تبقى الطعم ياخد ويدي برضو، لازم تاخد مع بعض كده عشان يخرط الطعم على بعضه، ما تعليش عليه الجناب. ولو فرن كهرباء ما تخليش الفرن عالي قوي. بس كده زي الفل. هنعمل بقى النهارده حاجة برضو حلوة وجميلة وبسيطة، وهقول لكم برضو طريقة البشاميل تاني عشان خاطر محدش يقول لي يا غالية احنا معرفناش نعملها. طريقتها سهلة. بسم الله. ولع بس الأول الطاسة دي.
البشاميل بتحطي على النص كيلو لبن، على النص كيلو مكرونه كيلو لبن، وبتحطي 3 معالق دقيق، وبتحطي معلقه سمنه زي ما تحبي، واللي عاوز برضو يحط زيت براحته. الماده الدهنيه دي بتاعتك انت تحبي زيت او سمنه، ما تحكميش نفسك انت تعملي ايه، زيت او سمنه، محدش يقول لك لا ده لازم زبده. وبعد كده بتحطي اللبن على النار، في الملح وفي الفلفل وفي حته الزبده او شويه الزيت، وتسيبيهم. اول ما يبتدوا هتحسي ان اللبن هيغلي، تروحي ماسكه 3 معالق دقيق مفككاهم يا في شوربه يا في لبن يا في ميه، وتروحي نازله على اللبن، ايد تحط وايد تقلب لحد ما تشوفي السمك اللي انت عاوزاه قد ايه، التخانه بتاعتها قد ايه. تقل منك زودي شويه لبن او شويه شوربه، خف منك زودي شويه دقيق. عاوزه تحطي بيض، استني البشاميل يبرد واضربي في البيض. مش عاوزه تحطي بيض، اعمليه زي انا ما عملته. عاوزه تعملي نفس الطريقه من غير ولا لحمه ولا فراخ، شيليهم حطي خضار مسلوق، بس ما يكونش مسلوق قوي، يعني يكون كده واخد فوره. حطي بقى على الوش جبنه رومي، اي حاجه تحبيها. لو عاوزه تحطي على الوش جبن، الناس اللي غاويه جبن حطي، مش هيجرى حاجه. هنعمل بقى النهارده حاجه حلوه، الكوسه كتير وحلوه قوي وزي الفل. هنعمل كوسه مقليه بالرده، اللي ما يحبش الرده يحط بقسماط زي ما تحبوا، هي بسيطه قوي قوي قوي. هنحط بيضتين اهم، بس الرده بقى افيد، يعني الرده حلوه. انا على طول الرده دي ممكن تعملي منها حتى البانيه، ممكن تعمليه بالرده النضيفه دي رده، دي اول علامه. يعني احنا لما بندخل الدقيق بنسميها رده اول علامه. السن اللي بتبقى بيضه وحلوه دي، ده السن. هنحط شويه ملح، شويه فلفل اسود، سنة توم صغيره، دي اختياري على حسب ما تحبي، انا مش حطاها في المقادير بس هي على حسب ما انت تحبي. واضربوهم بقى في قلب بعض كده. يا رحاب، السلام عليكم. ازيك يا ست رحاب؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ عامله كوسه بالرده. تسلم ايدك والله، انا اول مره بصراحه اسمع عن الكوسه بالرده. لا انت أكيد ممكن هنعملها. لو ما بتحبيش الرده حطي بقسماط. ينفع برضه. ايوه، بس الرده مفيده وحلو. طبعا، تسلم ايدك يا حبيبتي. واما تيجي تقطعي الكوسه ما تقطعهاش تخينه عشان تستوي في الزيت، خليها يعني كده ايه، محنجله كده، لا هي خفيفه ولا هي تقيله. يعني هي مش هتخش الفرن؟ لا هتتقلي، مش هتخش الفرن. ايوه، دي هتتقلي. تسلم ايدك يا حبيبه قلبي، تسلم ايدك. دي هتنزليها كده في الزيت حاجه فله، وتكون النار مش عاليه قوي. هاديه. ايوه، عشان الكوسه تستوي. عشان الكوسه تستوي لان هي فيها بيض، هتقوم بسرعه. ايوه، بس مش هتشرب زيت يعني؟ لا مش هتشرب زيت، ما تخافيش. البيض والرده مش هيخلوها تشرب زيت عشان عاملين لها طبقه. ايوه، انت فاكراني طيب؟ لا قولي لي. انا رحاب اللي كلمتك وقلت لك ان انا جايه لحضرتك، وبس لما اعمل العمليه واجي ان شاء الله. عملتي ايه صحيح؟ الحمد لله، انا اول والله ما جيت كلمت حضرتك على طول. الحمد لله على السلامه. تسلم يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ انا الحمد لله بخير. يعني هتوفي بالوعد وتيجي؟ اكيد ان شاء الله. طب يلا غاليه مستنياكي. يوم كده ان شاء الله. ربنا يتمم عليكي شفاء وخلاص. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، الحمد لله. يبقى هستناكي تجيلي بقى ان شاء الله، بس هم بس يظبطوا معايا ميعاد، وفي اقرب فرصه ان شاء الله اجي لحضرتك. احنا مستنيينك في اقرب وقت. قولي انت عاوزه تيجي امتى؟ لا، الميعاد اللي هم هيقولوه عشان بس يناسب حضرتك. خلاص ماشي، حاضر ان شاء الله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ وحشاني والله. ربنا يخليكي، ما تشوفيش وحش. يا رب يخليكي يا حبيبتي. قولي لي خطيبك جاي معاكي ولا لا؟ ان شاء الله. طب عشان انتوا الاثنين تطبخوا لي طبخه متينه بقى هنا. ان شاء الله يا حبيبتي. هنعمل لك اللي انت عايزاه كله. ماشي ان شاء الله. الف سلامه حبيبتي. هننزل كده. دي بقى خطيبها بيحبها قوي، وعلى طول كده هو يقول لها ايه، انا لما اتجوزك مش هخليكي تطبخي ولا تعملي اي حاجه، وهو شاطر قوي في الطبيخ.
اهو اهو، وهو اول واحد وقف جنبها وهي عيانه. كده احنا حطيناها في الزيت، هنتحمر، هنطلع فاصل ونرجع تكون اتحمرت ونشوفها. رجعنا عشان نطلع الصينيه لان مش هتقعد اكتر من كده. تطلع معاكي الصينيه المكرونه بالبشاميل فله، ما تسيبهاش وشها يتشعف قوي. اللي عاوز بقى يحط جبنه ما تحطيش من الاول، استني لما لونها يبقى مستكاوي كده وتروحي رشه الجبن عشان الجبن وشها ما يتشعفش منك وتبوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بسم الله. يا اختي تعالي، بتجري ليه؟ الله اكبر الله اكبر. اهي لما تحبي بقى تقطعيها ما تقطعيهاش على طول، استني عليها شويه تهدى عشان خاطر البشاميل يمسك فيها وتطلع لك الخرطه بخرطتها. اقفل بس النار والفرن. وادي الكوسه لما اتقلت، بصوا بيطلع شكلها جميل ازاي. ست شاديه. ايوه اهلا وسهلا يا ست شاديه. اهلا بيكي. يا مرحبتين باسكندريه واهلها. اهلا بيكي. اموريني. اهلا بيكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ احنا الحمد لله بخير طول ما انتوا بخير. صحتك ربنا يخليكي ويعزك. تسلمي لنا. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يكرمك، منوره الشاشه يا ست غاليه. تسلمي. ايه رايك بقى في الكوسه المقليه بالرده؟ جميله ما شاء الله عليكي. لا وبتطلع مستويه وفلوعي، تفكري ان هي مش مستويه. ده بصي دي ملبن. لا جميله والله اهي. عندي. بصي تستوي. أيوة. تبقى معاكي ملبن اهي. بسم الله ما شاء الله عليها، تكليف الهنا. تسلمي يا رب. انت كل اللي منوره يا جميله، كل حاجتك حلوه والله. تسلمي يا ست الكل، بألف هنا وشفا. جربيها للعيال هتطلع حلوه وزي الفل. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ويعزك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه منورة يا وبخير. حبيبتي. تسلمي. على فكره يا حبيبتي عايزه اكلمك واسلم عليكي. حفيدتك؟ نوره. ايوه اهلا بيها، هاتيها. اهلا بيكي اهلا بيكي يا نوره. ايه الو. ازيك يا نوره يا نواره؟ الحمد لله، بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. هجيب لك بقى حاجه حلوه ان شاء الله. لو كنت كلمتيني وانا في المولد كنت جبت لك حمص وحلاوه. انا بحبك جدا جدا والله. طب تعرفي بقى تغني يا حلاوه الاكله الشعبيه؟ لا. يا خساره. طيب معلش بقى احفظيها وبعد كده بقى ايه نقعد بقى نغنيها مع بعض. ماشي. شرفتونا. وبصي ايه التيتا بقى. رجعنا بقى نعمل حاجه حلوه قوي. احنا صنعنا الطحينه وقلنا تصنيعها سهل قوي وموفره. يعني شوفوا احنا عملنا منها العسل، حطينا على العسل قد كده وحطينا امبارح على الفول، ولسه انا عبيتها بصوا ازاي وقفلتها، ولسه عندنا كتير. بتوفر كتير وبتعمل كتير. فهنصنعي منها بقى زي ما انت عاوزه. ما تحطيهاش في التلاجة طول ما انت في شتاء، ولا شتاء ولا صيف. اتحطت في التلاجة بتجمد. خليها بره ما بيجرالهاش اي حاجه. اهم حاجه الزيت يكون نضيف ملوش ريحه زرنخه. اعمليها بزيت نضيف تعيش معاكي زي ما انت عاوزه. انا هعمل دلوقتي شويه سلطه طحينه حلوين كده اهو. طحينه كل بصي ما الطحينه تقعد عندك تتقل وتبقى حلوه اهي. دي الطحينه اللي احنا عاملينها. هنحط بقى طحينه، شويه ملح، الكمون اساسي، شويه فلفل اسود قطر مش كتير، شويه توم على سن المعلقه. اللي مش عاوز يحط توم فيها وبيوجع بطنه بلاش. خل، نص ليمونه. لازم الليمون. يعني حتى لو هتحطي خل لازم تحطي ليمون اهو. نص كفايه قوي. ادام حطيتي خل كفايه نص ليمونه يطلع برضو كويس مش بطاله اهو. اللي عاوز يحط توم، في ناس تقول التوم بيوجعني، التوم مش عارفه ايه. اللي يحب يحط توم يحطه مفيش مشكله. هنزود بقى
الميه بقى فيها عينيك ميزان، ومش شرط تكون ميه سخنه. يعني يقول لك ايه، طب نزود ميه سخنه؟ مش شرط ميه سخنه. يا ست امال. ايوه الو. اهلا يا ست امال. اهلا وسهلا. اهلا ازيك يا بيك. حاجه؟ ان شاء الله تسلمي. الله يخليكي. بقول لي لو سمحتي والنبي عايزه البطاطس اللي بالدقه بتاعت امبارح. البطاطس اللي انا عملتها في شقه العيش؟ اللي بالدقه. بصي، هي بطاطس مقليه، ولو عاوزاها تبقى مقرمشه تحطيها نقعيها ساعه في ميه وخل وملح. لو عاوزاها مش مقرمشه عادي مش مشكله، اقليها على طول. والدقه بقى قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر وشويه دقه، وحطي عليها وبألف هنا وشفا. طب انا عندي بقى طريقه لليمون اللي بيتخزن. قولي يا ست الكل. عندي طريقه لليمون اللي بيتخزن. قولي يا ست الكل. عشان عندي جنينه وعندي ليمون بيقعد عندي بالسنه. احنا في موسم الليمون كمان، انا خزنت كمان. بحطه في ازازه ميه غازيه. ويقعد بعصره واحطه فيها ويقعد بالسنه عندي. قولي تاني. بحطه بعصره واحطه في ازازه ميه معدنيه يعني او ميه غازيه بيمشي في ازازه بلاستيك يعني الازازه الكبيره دي. بتعصريه في ازازه في الفريزر. وبتقعد عندي بالسنه. كل ما اعوز منها بخرجها واخد منها. طب انا عندي حل حلو عشان الازازه برضو هتعوزي تكسري منها وتقعدي، ممكن تطلع معاكي او ما تطلعش. لا اعصريه نفس العصره نص ساعه كده، اللي يسيحوا منها تاخديها. بصي اعصريه نفس العصره بالظبط، بس حطيه في قوالب الثلاجه. بصي انا مخزناه عندي اهو. انا بصراحه بحط في ازازه، وبعد كده لما اكون عايزه منها اطلعها بدري نص ساعه كده واخد منها. بصي انا مخزناه عندي في الثلاجه اهو. في قوالب. يعني اللي عاوز يحط في ازازه ماشي، عاوزه تحطي في قوالب زي دي واما تخبطي كده يطلع لك القالب صحيح. انا بيقعد عندي بالسنه كده. يقعد سنه ما يجرالوش اي حاجه. لا وبعدين بقول لحضرتك والنبي معلش، الطبخه لما تعمليها في اخر البرنامج راجع عليها ثاني. عيني الاثنين. عشان ساعات كل واحده يفوتها طبخه ما بتقدرش تعرفها بعد كده. حاضر عينيا. يعني معلش كده. عينيا الاثنين، ده احنا عينينا ليكي. الله يخليكي، بارك الله فيكي يا رب. ادي احنا عملنا سلطه الطحينه اهي، واسهل حاجه. ادي الليمون لو حبيتي تخزني، عاوزه برضو تحطيه في ازازه كبيره وتكسري وتاخدي منه براحتك، عاوزه تعمليه في قوالب زي كده تعصريه وتصبيه في قوالب الثلاجه، تنكتي كده القالب يطلع القالب لوحده، بدل ما تفكي من الليمون ويمرر، لانه لو فك ورجعتيه الثلاجه هيمرر. هنعمل بقى حاجه حلوه قوي. هنعمل يعني حاجه حلوه ناكلها، بس من غير بقى ايه ما نقول عندنا سكر او ما عندناش سكر. حاجه حلوه كده. العجوه كتير والبلح لسه موجود وكتير. هنعمل النهارده للاطفال عجوه بالسوداني وجوز الهند. موجود عندنا، يعني في بيبقى عندنا من رمضان جوز هند، وبيبقى عندنا حاجات كتير دخلها في العجوه اهي. العجوه لو عندك انت هرساها بالزبده او كده لازم تحطيها في كيس عشان ما تنشفش. هنطلع فاصل ونرجع بقى نكور مع بعض العجوه.